بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. حبايبي متابعين قناة ماما مرحب يوسف في البيت، فيديو جديد عليكم سعيد. يا رب كل أيامكم تكون عيد ورضا من الله تبارك وتعالى إن شاء الله بإذن الله. ده الجزء الثاني من العزومة اللي عملناها قبل كده مع بعضنا إن شاء الله. يا رب تحوز على إعجابكم، واللي حابب يشوف الجزء الأول هتلاقوه عند حضراتكم في الفيديو السابق على دوت، واسيب لكم طبعا اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله، او في اول تعليق مثبت ان شاء الله تبارك وتعالى داخل الفيديو عند حضراتكم اللي هينزل لكم دلوقتي ده. طبعا الجزء الاولاني طبعا هيعجبكم جدا، ادخلوا وشوفوه. لو عجبكم اعملوا لايك وشير، وما تنسوش دعوة حلوة لماما مرحب. ونبدأ ونشوف ان شاء الله تبارك وتعالى الفيديو ده عملناه ازاي، وكملنا العزومة بتاعتنا على خير ان شاء الله تبارك وتعالى ازاي. ده طبعا يا حبيبة قلبي رقاق، منظره تحفة جميل تبارك الرحمن، هيعجبكم جدا. اعملوه بكل التفاصيل والتركات اللي انا هعملها في الفيديو، هيطلع لكم بنفس الطعم الجميل جدا اللي انا عملته. شوفي الملوخية تبارك الرحمن كأنك شاريها من بره، خضار ناصع، الخضار جميل جدا جدا ما شاء الله، ولا طعمها كانت حكاية. طبعا برضو الشوربة بتاعتنا بتاعة البط او بتاعة الفراخ هتلاقوها رايقه جدا وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده. هقول لكم كل الحاجات دي عملناها ازاي ان شاء الله، هنشوفها مع بعض في الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا السمبوسك، هنشوف برضو عملناه ازاي. انا جبت بصراحه السمبوسك ده، جبت اللفف بتاعه العجين جاهزه، ما عملتهاش على ايدي. نبدا واقول بسم الله الرحمن الرحيم، وولعت البوتاجاز بتاعي اهوت. بدات طبعا سلقت دي اول بطه بدات سلقتها. غسلت طبعا، جبت فلفل اخضر الوان علشان العصاج بتاعنا بتاع اللحمه، جبت اخضر والوان. ودي كميه من البصل، انا كنت عامله حوالي 3 كيلو من اللحمه، عملت لهم حوالي 2 كيلو ونص من البصل. وغسلت كمان الجزر علشان هحتاجه في الطريق بتاعي اللي انا همشي فيه ان شاء الله في العزومه. طبعا هرمي فيه مع البطه بتاعتي جزرايه زي ما حضرتك شايفه كده. انا رميتها بحلقه لان البط بيغيب زي ما حضراتكم عارفين. وكمان حطيت 3 بصلات بحالهم كده ما تقطعيهمش. وكمان نزلت يا ست الكل بطماطمتين كبار، الطماطم زي الورد تبارك الرحمن، عامله زي الفراوله. دي طبعا قبل ما المقطع ده كان المفروض يكون في الاول قبل ما ارمي الجزر والحاجات دي كلها. طبعا بشيل الريم زي ما حضرتك شايفه كده. الريم ده بيبقى طبعا انا غاسله البطه بتاعتي بالدقيق. الريم ده بيبقى طالع معاه الدقيق والحاجات اللي موجوده في النقع. الفيديو اللي سابق على ده على طول هتلاقوا فيه طريقه النقع والغسيل بكل تفاصيلها. طبعا بعد مده، بعد حوالي ما مر نص ساعه، ببدا انزل بمعلقه كبيره مليانه من الفلفل الاسود، وحوالي 7-8 ورقات من اللوري. وطبعا بقلب البطه على اليمين وعلى الشمال، ما بسيبهاش كده. طبعا هبدأ في العصاج. جبت معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من السمنة، وحطيتهم في حلة على النار، وبدأت ان انا اسيحهم زي ما حضرتك شايفة كده. لو مش متوفر الزبدة اكتفي بالسمنة. وكمان هنحط نص كوباية من الزيت. الزيت يكون نوعيته نظيفة، ريحته نظيفة. طبعا بدأت اضرب البصل اللي انا قلت لحضرتك عليه على كميته قبل كده. البصل ده حسب من الكميه اللي هتعملها من العصاج. ضربت البصل في قلب الكبه، ما بعصروش، بحطه بحاله كده زي ما حضرتك شايفه اهو. هبدا ان انا طبعا مش هحمر البصل، انا هخليه ياخد تشويحه بسيطه خالص مع السمنه والزيت والزبده. طبعا طعم الزبده بيدي في اي اكله، بيخليها بتروح معاكي في حته تانيه. طبعا زي ما حضرتك شفتي انا مش هخليها تتحمر اهي، يا دوب دبلت معايا ايدي فيها على طول علشان خاطر ما تتحرقش البصله معايا. حبيبه قلبي ببدا افك اللحمه كويس جدا 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 بالمعلقه بتاعتي قبل ما احطها في البصل، علشان خاطر ما يبقاش فيها اي كلاكيع وانا بعمل العصاج بتاعي. وطبعا فك اللحمه من بعضها ديت هينفعني كويس جدا اثناء ما هاجي ان شاء الله تبارك وتعالى واحشي الصينيه بتاعه الرقاق بتاعي.
او اوزع اللحمه بتاعتي، هتبقى مش مكلكعه ومش ماسكه في بعضها، وهتبقى مفروله وجميله جدا جدا. حبايب قلبي واخواتي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءه القران يوميا ولو ايه واحده، وفهمها وتدبرها والعمل بها بقدر المستطاع، حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا ويرفع بها درجاتنا ان شاء الله تبارك وتعالى. كل اللحمه بتاعتي تاخد وتدي مع بعضها على النار. في الاول بعلي العين وبعد كده بوطي العين على طول، وببدا انزل دلوقتي بمعلقه كبيره. بعد تمام نص السوا بنزل بمعلقه كبيره مليانه من الملح. معايا كمان يا ست الكل جزرتين كبار مغسولين وضربتهم في الكبه وقطعتهم مفروم زي ما حضرتك شايفه كده، فرمتهم كويس. ومعايا كمان كميه من الفلفل الالوان اخضر واحمر واصفر زي ما حضرتك شايفه كده، دول بقطعهم كبير بقى. وهنا بقى يا ست الكل قبل ان شاء الله تبارك وتعالى تمام سوى اللحمه بربع ساعه او 10 دقايق، بنزل بكميه الجزر المبشوره المضروبه في الخلاط او في الكبه معايا، وبقلب كويس جدا علشان اللحمه تاخد من طعم الجزر. هنا طبعا بقى ياسمين بنتي ودم خفيف بتقول لكم ايه، اللحمه تاخد مجراها. بص يا ست الكل، وخلاص بقى اهوت، خلاص هطفي على العصاج قبلها ب4 دقايق. قبل ما اطفي بنزل بكميه الفلفل الالوان بتاعتي، بيدي طعم رهيب جدا 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 الفلفل الالوان. خلي بالك يا ست الكل، انا حطيت مع اللحمه والبصل في الاول خالص في اول بدايه العصاج، حطيت معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود علشان تسرع معايا عمليه تسويه اللحمه. حضرتك بنزل بقى دلوقتي بربع معلقه صغيره من القرفه المطحونه، وبنزل بتوم باودر الكميه اللي حضرتك بتحبيها، او توم فريش مش مشكله. وكمان حطيت يا ست الكل كبابه صيني مطحونه، وحطيت نص معلقه صغيره من جوز الطيب الناعمه. حبيبتي جوز الطيب والحبهان بيخلوا طعم العصاج معاكي في حته تانية، بيبقى طعم رهيب رهيب جميل. تبارك الرحمن. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا انا دقت العصاج لقيته احتاج برضو بعد كده ملح، فحطيت معلقه صغيره مليانه من العصاج من الملح، انا اسفه. حضرتك هتدوقي طبعا قبل ما تقفلي على العصاج، ولو لقيتيه محتاج ملح بتزودي. دلوقتي طبعا انا جيت على الشوربه، خلاص البطه بتاعتي خلاص داخله على السوا، حطيت لها معلقه كبيره مليانه من الملح. تبارك الرحمن، الشوربه زي الفل جميله جدا. كمان يا ست الكل بحط فلفل اسود و5 فصوص من الحبهان و5 ورقات من اللوري او 7 ورقات زي ما حضرتك تحبي. وطبعا قبل ما بشتغل في ده كل الكلام ده على الشوربه دي. طبعا البطه التانية حطيت لها برضو ملح وفلفل اسود وطماطم زي ما حضرتك شفتي وبصل وجزر وحبهان ومستكه. ما تنسيش خالص الحبهان والمستكه بيضيعوا الزفاره جدا جدا جدا. وادي البط استوى معانا اهو، يا حلاوته يا اولاد، يا جماله يا جماله. ان شاء الله بقى عقبال العزومه التانية نعمل فيها بط برضو. ما شفت الشوربه بالجمال ده، عايزه احلى لايك منكم بقى. طبعا نزلت بقى بالفرختين، انا عامله 3 فرخات، نزلت بفرختين اهم زي ما حضراتكم شايفين ومعاهم جزر. نزلت طبعا في نفس شوربه الفراخ، ما عملتش ميه جديده، حطيتهم في شوربه الفراخ. نزلت بلوري وبصل وبرده حبهان ومستكه، نفس الكلام اللي عملناه مع البط وفلفل اسود عملته برده مع الفراخ. طبعا بنزل بيهم على وشهم الاول. دي طبعا صينيه الرقاق، بدات ان انا اعبي صينيه الرقاق، وطبعا جبت زبده وسيحتها. دي صينيه كبيره جدا زي ما حضرتك شايفه، بحط فيها الشوربه وبغطس الرقاق، ودي الزبده اللي انا سيحتها. وببدا دي العلبه اللي هي بتاعه الرقاق بوريها لحضرتك. ببدا ان انا طبعا ببل الرقاق بتاعي وبحط برصص زي ما حضرتك شايفه كده. ومليت العصاج بتاعي تبارك الرحمن بالف هنا وشفا اللي كلهم واللي هياكلهم. هنا تركه حلوه قوي حبايب قلبي، لما باجي اعمل صينيه الرقاق بحط جلاش في القاع وجلاش من على الوش علشان يبقى الرقاق بتاعي مقرمش من فوق ومن تحت. اهو الرقاق زي ما بوري لحضرتك اهو فرداه في انحاء الصينيه من بره ومن على الوش كمان. وبعدين بسقي بالسمنه او الزبده المتاحه عندي المتوفره، وطبعا بقطعها
حسب الشكل اللي انا عاوزاه. كده بغلي نص كيلو من اللبن وبحط عليه ملح وفلفل وبسقي الصينيه بتاعتي. وبدات هنا يا ست الكل اهوت، جبت صينيه من الزبده وحمرت البط وحمرت كمان الفراخ بتاعتي. حبيبه قلبي انا حطيت على وش الصينيه بتاعه الرقاق حبهان وسمسم زي ما حضرتك شايفه كده. ده لو حضرتك حابه، مش حابه مفيش اي مشكله خالص. تبارك الرحمن التحمير فوق الوصف، تبارك الرحمن عسل عسل، بألف هنا وشفا. طبعا لازم اقول لحضرتك ان صينيه الرقاق لازم ترتاح كويس جدا قبل ما تدخل في الفرن. وبندخل صينيه الرقاق على درجه حراره 180 او 150 حسب درجه حراره فرن حضرتك، وبتطلع بالشكل الجميل ده. طبعا بولع على صينيه الرقاق من تحت الاول وبعدين بديها وش لحد ما تتحمر، بس ما بسهاش عليها علشان ما تتحرقش مني. طبعا يا ست الكل الملوخيه الجميله الحلوه قوي ديت معموله على شوربه البط. هبقى انزل لحضرتك ان شاء الله ازاي تخليها خضره بنفس الشكل الجميل دوت زي ملوخيه المطاعم بالظبط. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بالاشتراك واللايك والشير، وشكرا جزيلا لحضراتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى. وكل عام وحضراتكم بألف خير وصحه وسعاده ورضا من الله تبارك وتعالى دائما ان شاء الله تبارك وتعالى.